الشكشوكة ليها طرق كتير، وهي من الوصفات السريعة جدا اللي ممكن تغنيكي عن اللحمة والفراخ، وهي من الوصفات السهلة اللي مليانة بروتين وممكن تنفع لفطار او غدا او عشاء. عشان كده النهاردة هعملها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة وطريقة مختلفة عن الشكشوكة اللي احنا نعرفها، وبجد هي في الطعم من الطرق الخفيفة جدا واللي هتعجب اولادك. اول حاجة هنعملها في وصفتنا هو اننا هنسلق البيض. هتنزلي بعدد البيض اللي انتي محتاجاه لعدد افراد اسرتك، وهنبدأ نضيف عليه المية ونحطه على النار لحد ما يتسلق. وعلى ما البيض يتسلق دلوقتي تعالوا نجهز صلصة الشكشوكة. في طاسة هنضيف زيت وهننزل عليه ببصلاية كبيرة مفرومة، وهنقلبه كويس جدا لحد ما ياخد معانا اللون الذهبي، لان طعم البصل المتحمر هيفرق معانا جدا في طعم الصلصة. واول ما يوصل معانا للون اللي انتوا شايفينه ده هنبدأ ننزل عليه بفلفلايه كوبي وقرن فلفل حراق. وقرن الفلفل الحراق ده بالنسبه لكم اختياري، بس حابه اقول لكم ان هو بيضيف نكهه حلوه وبيخلي الوصفه بتاعتنا حرشه. هنقلبهم تقلبتين لحد ما ريحه الفلفل تطلع معانا، وهننزل عليهم ب2 لتر طماطم، وهنقلبهم تقليبه علشان الفلفل والبصله والطماطم يندمجوا مع بعض. وبجد وصفتنا دي من الوصفات السهله جدا واللي بتخلص معانا في 10 دقايق. دلوقتي هننزل بملح، والملح على حسب الرغبه، وهنضيف نص معلقه شطه ونص معلقه فلفل اسمر، وهنقلبهم كويس جدا لحد ما يندمجوا هما والصلصه مع بعض. هنسيبهم على نار متوسطة لحد ما يتسبكوا معانا. هي كده خلصت وتسبكت خلاص. وفي الوقت ده هنضيف عليهم حزمة بقدونس متقطعة، وهنقلبهم كويس جدا. وعلى فكرة حزمة البقدونس دي بتفرق معاكي في الطعم جدا. وهتبداي تهزي الطاسه بتاعتك كده علشان الصلصه بتاعتك تتسبك، وهنكون قشرنا البيض وهننزل بيه في قلب الصلصه. وفي الوقت ده هنبدا نهدي النار ونبدا نضيف شويه من الصلصه فوق كل بيضه، علشان احنا عايزين الصلصه تغلف البيض. واول ما تحسي ان الصلصه غلفت البيض كله هتغطي عليه وتسيبيه لمده دقيقتين على نار هاديه علشان الصلصه تندمج مع البيض. الاكله دي بتتاكل بكذا طريقه، ممكن تاكليها مع عيش وممكن تاكليها مع رز ابيض. مش قادره اقول لكم هي قد ايه الاكله دي سريعه وكمان خفيفه وطعمها حلو جدا. وبجد وصفتنا دي هي قيمتها الغذائيه تعادل اللحمه والفراخ بالظبط. وعاوزه اقولك ان ولادك لو ما بيحبوش البيض في الاكله دي بالذات هيحبوه جدا. طبعا طريقه التقديم دي راجعلك انتي لو حابه تحطي بقدونس كده فوق الوش بيكون برضو شكله حلو وشيك. وبكده تكون خلصت وصفتنا للنهارده. ما تنسوناش من دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.